وغيري هنرفع علم مصر، هنكون فخورين ان احنا بنرفع علم مصر. مساء الخير سعاده سفير محمود المغربي سفير مصر في المجر. مساء الخير سعاده سفير. مساء الخير يا فندم. نتائج الزياره وانعكاس الزياره في الاعلام في المجر ايه هو يا فندم؟ والله يا فندم هي الزياره تم تغطيتها تغطيه كبيره جدا، وكان القياده السياسيه المجريه اولتها اهتمام كبير. طبعا هم مقتنعين بالمغزى السياسي اللي بتمثله زياره رئيس اكبر دوله عربيه، والتي يعني تتسم بدورها المحوري في المنطقه. فالاعلام المجري قام بتغطيه واسعه جدا، كان كله ايجابي وكله بيشيد بموقع مصر وموقفها والعلاقات الثنائيه والعزم على تنميتها والانطلاق بها الى افاق ارحب يعني. ده شيء جميل جدا. الاتفاقيات هي بس كانت اتفاقيه عربات القطار ولا في اتفاقيات اخرى بدأ الكلام فيها؟ هو يا فندم تم التوقيع على بيان سياسي مشترك وقع عليه السيد الرئيس ورئيس الوزراء. طبعا هو بيان بيحتوي على ابعاد سياسيه كثيره جدا، منها طبعا تأييد رصد التأييد المجري السياسي لجهود المصريه لمكافحه الارهاب ودعم مصر في المحافل الدوليه وبالذات داخل الاتحاد الاوروبي، يعني لموازنه الاصوات المناوئه. اشكرك. لا تدرك سعاده السفير، انت جبت الغرض الاساسي من الزياره. دعم مصر فين يا فندم؟ في المحافل الاوروبيه تحديدا، في الاتحاد الاوروبي. في الاتحاد الاوروبي يعني لان المجر ليها صوت حضرتك مش كده؟ المجر ليها صوت، هو برغم يعني طبعا المجر دوله اصغر بكثير من المانيا، انما في اطار اتخاذ المواقف الجماعيه بتوافق الاراء المجر ليها صوت، وصوت طبعا بيكون له وزن. فالمجر طبعا دورها هيبقى مهم مع دول وسط وشرق اوروبا والدول الصديقه المتوسطيه في المحيط في جنوب اوروبا يعني. بالنسبه لاي قرارات قادمه في الاتحاد الاوروبي بالنسبه للنظر للمعونه مع مصر، للتعاون مع مصر والى غيرها من الاشياء مش كده؟ بالظبط يا فندم، بالظبط. يعني طبعا في الاطار الاوروبي هنواصل الحديث فيه. طبعا حضرتك عارف في الاتحاد من اجل المتوسط، فطبعا بيسمح بتعاون ثلاثي لو عندنا مشروعات في مصر بيتم يعني الاستعانه بالخبره المجريه في تنفيذها، ثم اللجوء الى التمويل الاوروبي. يعني بيتقدم المشروع بصوره مشتركه وبيحظى بالتمويل الاوروبي. فطبعا دي مجالات هتتيح طبعا المشاركه في كافه خطط التنميه المصريه. هل هناك رجال اعمال مجريين عينهم على مصر ان هم يجوا يستثمروا فيها في الفتره القادمه؟ لان مجلس اعمال مصري مجري ده معناه ان فيه رجال اعمال بيتعاونوا مع بعض. الميزان التجاري اخباره ايه بين البلدين؟ لمصلحه مين؟ بالظبط يا فندم. هو طبعا كان شق مهم جدا الشق الاقتصادي في العلاقه، وطبعا المجريين بيهتموا بيه لان هو طبعا السياسه الخارجيه بتاعتهم محورها الرئيسي هو يعني تطويع ادواتها لخدمه الاقتصاد، ده بالنسبه للمجريين. فبالتالي طبعا بيتفق مع توجه ان احنا في اعقاب مؤتمر دعم الاقتصاد في شرم الشيخ. فالمنتدى المشترك الذي اخذ وافتتحه السيد الرئيس مع رئيس الوزراء اتاح طبعا فرصه كبيره جدا لتعريف الجانب المجري ورجال الاعمال كان عددهم اكثر من 200 الحقيقه. فطبعا عرفوا على كل الجهود المصريه والاصلاحات الهيكليه والمشروعات التي يتم الاعداد لها في منطقه قناه السويس والمناطق الاقتصاديه الاخرى. فاتصور ده برضه يعني هيدينا مجال كبير اننا ننمي العلاقات الاستثماريه ونرتفع بالمستوى التبادل التجاري الذي لا يرقى حتى الان. هو طبعا كبير جدا وحقق طفره كبيره، هو في حدود 300 مليون دولار. حقق طفره كبيره حتى في الثلاث شهور الاولانيين لو نقارنهم بالثلاث شهور العام الماضي في 88% زياده. ده شيء جميل جدا، ونتمنى ان هو يزيد ونجذب للمستثمرين. لو الزياره دي طلعت بمستثمر او اتنين بس انا هاجي مبسوط وسعيد، بالاضافه الى صوت بودابست او صوت المجر في الاتحاد